فيلم المندوبان 1934 رابع افلام توجو مزراحي بعد فيلم الكوكايين سنة 30 و5001 سنة 32 واولاد مصر سنة 1933. فيلم المندوبان اتصور في اسكندرية، قصة وسيناريو وانتاج واخراج توجو مزراحي، واللي كتب الحوار بديع خيري. المخرج توجو مزراحي في بعض المشاهد الخارجية استعرض فيها بعض معالم اسكندرية زي ميدان المنشية اللي حاليا اسمه محمد علي، واللي فضل شكله زي ما هو لحد دلوقتي بطرازه الأوروبي. استعرض كورنيش اسكندرية، وطبعا ساعتها ما كانش فيه الأبراج اللي اتبنت كتير دي على الكورنيش. قصة الفيلم: شالوم وعبده اصحاب في منتهى البساطة. شالوم بياع ورق يا نصيب، عبده صبي في محل جزارة. شالوم بيحب جارته استر، وعبده بيحب جارته أمينة. عبده بيتقدم لأهل أمينة، لكن والدتها أم أحمد بترفض بحجة إنه فقير وبيلبس جلابية، لكن المعلم بحبح أبو أمينة كان عايز يجوزها لعبده ومقتنع بيه، لكن مراته أم أحمد كلمتها هي اللي ماشية في البيت. شالوم لما بيتقدم لإستر، الست فيكتوريا أمها برضه بترفض عشان فقير، لكن أبوها سلمون مقتنع بيه، وبرضه الست فيكتوريا كلمتها هي اللي ماشيه وبتطرد شالوم. وكان شرط اهل البنات عشان يوافقوا اقل مهر هو 500 جنيه. اتفق عبده وشالوم يغيروا الجلابيات وراحوا اشتروا بدل. الايام بتعدي، شالوم وعبده بيحاولوا يجمعوا فلوس المهر المطلوب. بيروحوا يشتغلوا في شركة نقل اموال وما بيعرفوش انها عصابة بتهرب فلوس، وعاملين الشركة منظر عشان تغطي على عملياتهم. 2 من عصابة تهريب الاموال الاغنياء بيروحوا يتقدموا لاهل امينة واستر، وبيدعوا انهم اصحاب اراضي زراعية، وان مجال شغلهم استثمار الاموال، ولو ادوهم مبلغ هيردوه الضعف. بالفعل بياخدوا منهم فلوس وبينصبوا عليهم، واهل استر وامينه بيكتشفوا انهم اتنصب عليهم. بيبلغوا شالوم وعبده، وطبعا شالوم وعبده كانوا شغالين مندوبين في الشركه فعارفين مخبأهم ومكانهم. بيبلغوا الشرطه قبل ما بيروحوا لهم في السر، بيضربوا الاتنين النصابين. الشرطه في الاخر بتقبض على العصابه، وشالوم وعبده بياخدوا مكافاه من الشرطه 500 جنيه. بيتجوزوا استر وامينه. الفيلم كان عليه إقبال جماهيري ونجح. فيلم المندوبان. تابعونا.